ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ حلقه النهارده هي حلقه عن محمد صلاح، اللاعب اللي في وجهه نظري انا مع بدايه الموسم ده بيؤكد لي ان هو افضل لاعب في تاريخ البريمير ليج. والنهارده بكل بساطه جاي اقول لك عن 5 اسباب مخلياني عندي الاحساس ده او الاقتناع ده، ومستني اعرف رايك تحت في الكومنتات من غير ما نتخانق، من غير ما نقعد نشتم في بعض. بالنسبه لك مين اللاعب الافضل في تاريخ البريمير ليج وليه؟ وكمان حابب افكرك النهارده اليوم ال60 في تحدي ال100 يوم، التحدي اللي بكل بساطه بننزل فيه كل يوم فيديو على القناه عشان نشوف بعد نهايه المده وصلنا لكام مشترك على اليوتيوب. فدعمك باللايك والشير والسبسكرايب حقيقي بيحمسنا ان احنا نكمل وندوس جامد. وشفت شويه ناس بتقول لي يا عمر بعد ما ال100 يوم يخلصوا هتعمل ايه؟ فشكلها كده يا جماعه بصراحه التحدي مش هيكون 100 يوم بس، انا بداتها في الاول عشان احمس نفسي واربط نفسي بيكم 100 يوم، لكن دعمكم في الفتره الاخيره دي كان خيالي، وانا مبسوط جدا ومستمتع جدا بالحلقات معاكم. فممكن نكمل الموضوع ونحاول نخليها اطول واطول. وكمان ممكن تكون واحد من منتجين البرنامج بان انت تدوس على زرار الجوين اللي موجود جنب زرار السبسكرايب، او لو بتتفرج على الموبايل والزرار ده مش ظاهر ليك بكل بساطه هتلاقيه في اول كومنت وفي الديسكربشن. شكرا جدا لدعمك مقدما، ويلا بينا نتكلم عن 5 اسباب شايفها تخلي محمد صلاح اللاعب الافضل في تاريخ البريمير ليج. يلا بينا. السبب الاول بالنسبه لي هو قدره صلاح على تسجيل عدد اهداف كبير بكونسيستنسي او استمراريه كبيره جدا على مدار اخر 7 مواسم، ودلوقتي داخلين على الموسم الثامن مع ليفربول. واحنا هنا بنتكلم ان النادي اللي هو بيلعب فيه جوه اقوى دوري في العالم وموجود فيه تشكيله من افضل لاعبين العالم. هنشوف ان هو في ال7 سنين اللي فاتوا دول قدر ان هو يكسب هداف الدوري 3 مرات، موسم 2017 2018، موسم 2018 2019، موسم 2021 2022، وفي الموسم ده ما كسبش الهداف بس، لا ده كسب كمان اكتر عدد اسيستات في الدوري، وكمان كسب احلى جون في الدوري. الجون بتاع السيتي ده يا جماعه حكايه. ولكن ممكن تقول يا عمر مع الفتره دي في ال7 سنين دي ممكن ما يكونش فيه هدافين كتير، يعني اخر سنتين هالاند لما جه الدوري هو اللي بياخد الهداف. هقول لك معاك، وارقام طبعا هالاند خرافيه وممكن نبقى نعمل عنه حلقه بعد كده. واعتقد لو هالاند كمل بالاسلوب ده وكمل مع السيتي وكمل في البريمير ليج هيكسر كل الارقام اللي بنتكلم فيها على صلاح دلوقتي. لكن ده حوار تاني، خلينا دلوقتي نتكلم عن صلاح. صلاح حتى الان في الموسم الثامن مع ليفربول جايب 3 اجوان في 3 ماتشات. تعال نقول هيخلص الموسم ده ب 17 جون كمان، يعني هيخلص الافريج بتاعه اللي هو بيبقى 20 جون في الموسم. لو الكلام ده حصل ان شاء الله هيبقى رقم 6 في ترتيب الهدافين التاريخيين في البريمير ليج. هو حاليا العاشر، ده معناه ان هو هيعدي لعيبه اساطير زي هنري طبعا ودروجبا، لامبارد، فاولر، مايكل اوين، فان بيرسي وناس تانية كتير. ولكن تعال نشوف الموضوع ده لما الموسم يخلص. حتى ان الارقام الموجوده حاليا قدامنا هو ان صلاح لعب في البريمير ليج 266 ماتش، جاب فيهم 160 جون و72 اسيست، عشان يكون اجمالي مساهماته التهديفيه 232 جون واسيست. خلي بالك 232 جون واسيست في 266 ماتش، ارقام رائعه. وما تقلقش هنتكلم على الاسيستات كمان شويه. فمبدئيا كده من ناحيه الارقام وعدد الاهداف وعدد المساهمات التهديفيه وكل ده حاجه خياليه. تعالى بقى نروح للسبب الثاني، وهي حاجه دايما الناس بتبص لها، وهو عدد البطولات اللي اللاعب ده قدر يجيبها للنادي بتاعه. وصلاح هنا ما قصرش مع ليفربول، كسب كاس العالم للانديه مع النادي الاول في تاريخهم، كسب 2 كاراباو كاب، كسب اف اي كاب، كسب السوبر الاوروبي، وكسب دوري وتشامبيونز ليج. والدوري والتشامبيونز ليج دول كانوا ممكن يبقوا كل واحد فيهم 3، لان هم وصلوا النهائي مرتين غير النهائي اللي هم كسبوه قدام توتنهام، بس خسروا المرتين من ريال مدريد. في نفس الوقت برضه خسروا 2 دوري بفرق نقطه واحده بس من مانشستر سيتي. فزي ما بقول لك سوء توفيق مش طبيعي، ما تقدرش تلوم عليها صلاح. بالعكس في اوقات كتيره جدا كان بيبقى الفريق وحش وهو اللي بينقذ الفريق. فعدد بطولات محترم جدا مع النادي، وخصوصا لما تفتكر حال ليفربول قبل ما صلاح يروح له كان شكله عامل ازاي. طبعا انا هنا مش بتكلم ان ثوره ليفربول دي كلها سببها صلاح، لكن هو بكل تاكيد واحد من اهم العناصر اللي موجوده في المنظومه دي. لو اتكلمنا ان التغيير الكبير ده حصل من ساعه ما صلاح راح، ارنولد اتصعد، فان دايك راح هو كمان، اليسون بقى الحارس المرمى، وقبليهم طبعا كلهم وجود يورجن كلوب. لكن ممكن نقول ان السوبر ستار بتاع الفريق في اخر 7 8 سنين هو محمد صلاح. هو اكتر لاعب ساهم في اهداف مع ناديه، واكتر لاعب اخذ في الفتره دي افضل لاعب في الموسم في النادي. فالبطولات دي اكيد حاجه تحسب له بشكل كبير. نروح للسبب الثالث بقى بالنسبه لي، ان انا شايفه سبب اندر ريتد بشكل كبير جدا. هو فكره الناس بتبص بس ده صلاح بيجيب الجون واسيستات فقط، لكن هو بيجيب الاهداف والاسيستات دي والاداءات الكويسه اللي بيعملها قدام مين؟ ممكن يا جماعه بالفم المليان اقول لكم ان صلاح يعتبر واحد من اللعيبه البيج جيم بلايرز. لو اول مره تسمع المصطلح ده فهو معناها اللاعب اللي بيقدر يتالق في الماتشات الكبيره. وصلاح ارقامه قدام فرق التوب 6 ارقام مميزه جدا. لعب 95 ماتش قدام فرق التوب 5 غير ليفربول طبعا لان هو جوه النادي. طبعا هنا بتكلم عن السيتي، تشيلسي، مانشستر يونايتد،
يونايتد، ارسنال وتوتنهام. فلعب قدامهم في اخر 8 سنين او اخر 7 سنين، ودلوقتي بدانا في الموسم الثامن، لعب ضدهم 95 ماتش في جميع البطولات، جاب 55 جون و19 اسيست، 74 مساهمه تهديفيه، ارقام مش طبيعيه يا جماعه. ده غير ماتشات كتير افتكرها له في الشامبيونز ليج قدام فرق بره انجلترا كان مميز فيها جدا وساعد ليفربول ان هو يكمل في البطوله. بس خلينا دلوقتي مركزين جوه انجلترا، فلعيب قادر بشكل كبير جدا تعتمد عليه ان هو هيكون فورمه في الماتشات الكبيره، الماتشات اللي انت محتاجه فيها، ده يخليه يكبر جدا في نظرك. ايه اكبر انتقاد مثلا بيتوجه لهالاند حتى الان؟ ان هو سفاح وبيجيب اجوان وكل حاجه، لكن قدام فرق التوب 6 ارقامه قليله جدا، بالذات قدام الفرق اللي بتنافس مانشستر سيتي على طول زي ارسنال وليفربول. في الشامبيونز ليج ريال مدريد مثلا، هالاند ما بيبانش في الماتشات دي، مش بس ما بيجيبش جوان، هو اصلا مش بيبان. انا شخصيا بتوقع ان دي حاجه هالاند هيقدر ان هو يتعداها، لكن هو حتى الان محتاج يثبت نفسه في الحته دي. صلاح بقى على الجانب الثاني، هو في فترته اكبر منافس ليه هو مانشستر سيتي، وما شاء الله واخدهم رايح جاي في كل الماتشات، سواء ليفربول اتعادل كسب خسر، الراجل بيتالق في الماتشات دي بسهوله. فدي حاجه بصراحه بتخليني حاسس ان لعيب زي ده بارقامه دي ما بيقلش كمان في الماتشات الكبيره، بيصنف عندي حاجه عاليه جدا جدا جدا. فاكرين لما قلت لكم ان احنا نرجع لارقام الاسيستات دلوقتي؟ السبب الرابع بقى هو فكره ان صلاح طور نفسه في حاجات ما كانش فيها كويس اصلا. يعني مثلا صلاح عمره ما كان فينيشر كويس، صلاح ارقامه قبل ما يروح ليفربول سواء مع روما وفيورنتينا وتشيلسي وبازل كان اللاعب اللي بيجيب اجوان، لكن في نفس الوقت قصادها بيضيع فرص كتيره جدا. لما راح ليفربول الموضوع اتغير من اول لحظه ومن اول موسم، فبقى لنا 7 سنين خلاص اتعودنا على الموضوع ده من صلاح. لكن الحاجه اللي شفتها بيتطور فيها حتى بعد ما بقى سوبر ستار هو فكره الاسيستات. ارقامه من حيث صناعه الفرص والحاجات دي كلها كبرت وبقت احسن في اخر كام سنه. يعني مثلا لو قسمنا ال7 سنين اللي لعبها صلاح مع ليفربول، هنشوف ان اول 4 سنين في البريمير ليج افريج اسيستاته في الموسم الواحد من 7 ل 8، في حين ان في اخر 3 سنين افريج الاسيست بتاعه من 12 ل 13. ده غير لو انت متابع ليفربول يعني في الفتره الاخيره دي بالذات الموسم اللي فات، صلاح لوحده كان ممكن يخلي نونيز يخلص هداف الدوري من كميه صناعه الفرص اللي سمحها لنونيز، لكن هو ما شاء الله ضيعهم كلهم. حتى في فيديو مشهور جدا مش عارف لو شفته ولا لا، كان انتشر في اخر الموسم اللي فات على بس الفرص اللي صلاح عملها لنونيز، كانت ممكن عادي جدا تخلي زي ما بقول لك نونيز يخلص الهداف وصلاح يخلص اكتر عدد اسيستات في الدوري. فالحته دي بتخليني ابص له ان هو والله برافو عليك، يعني حتى بعد ما بقيت سوبر ستار النواقص اللي عندك لما كان بيتقال عليك ان انت اناني في اول كام سنه مع ليفربول قدرت انت تطورها وتحسنها، وبقيت دلوقتي الافريج بتاعك 12 اسيست كل موسم في الدوري بس، ده غير بقى الشامبيونز ليج والماتشات الكاراباو كاب والاف اي كاب والكلام ده. والسنه دي في اول 3 ماتشات في الدوري ما شاء الله ما شاء الله عليك جايب اوريدي 3 اسيستات. بس تعالى بقى نعمل افتراضيه ثانيه، يعني صلاح دلوقتي مثلا في ترتيبه في تاريخ البريمير ليج من ناحيه الاسيستات فهو المركز ال15 بعدد 72 اسيست زي ما قلت لك. تعال نقول ان هو هيعمل 8 اسيستات كمان، يعني هيخلص الموسم ده ب 11 اسيست اقل من الافريج بتاعه كمان، ده هيخليه عنده 80 اسيست في تاريخ البريمير ليج. لو الكلام ده حصل فعلا فهو هيبقى مركزه العاشر في تاريخ اللعيبه اللي عملوا اسيستات في البريمير ليج، هيعدي بقى لعيبه زي بيكهام، هنري، الان شيرر وغيرهم ناس كتير. مش بس كده، صلاح ولامبارد وروني هيبقوا هم الثلاث لعيبه الوحيدين اللي قدروا ان هم يكونوا في التوب 10 بتاع البريمير ليج من حيث الاهداف والاسيستات في نفس الوقت، فده رقم مميز جدا. في حين انك لو ركزت اكتر واكتر هتلاقي ان لامبارد لعب اكتر من صلاح في البريمير ليج بس 343 ماتش، ووين روني لعب اكتر من صلاح 225 ماتش، ومع ذلك بيتقارن راس براس مع الناس دي. عشان كده بصراحه انا نفسي صلاح يكمل موسمين 3 كمان مع ليفربول ويقدر يعديهم كمان بسهوله. يمكن روني في عدد الاهداف صعبه شويه لان هو كسر ال 200 خلاص، لكن صلاح لو كمل موسم كمان اكتر من الموسم ده بكل سهوله ممكن يكون من التوب 4 ولا التوب 5 في عدد الاهداف في تاريخ البريمير ليج، في نفس الوقت برضه ممكن يكون من التوب 5 في عدد الاسيستات في تاريخ البريمير ليج. نفسي تحصل بصراحه. خامس نقطه بقى واخر نقطه وشايفها نقطه مهمه جدا جدا جدا، فكره ان صلاح يا جماعه مش مؤسس صح. مع كامل احترامي احنا عاملين نقارنه في الحلقه دي مع لعيبه اتربوا وعاشوا في اوروبا، شافوا اكاديميات علمتهم من صغرهم صح وتاسسوا بافضل شكل ممكن، في حين ان صلاح شم اوروبا وهو عنده 19 سنه اللي هو يعتبر في اوروبا كبير اساسا. ففكره ان صلاح قدر يتطور ويحسن من نفسه، واحنا كلنا عارفين قد ايه اللعيبه المصريه بالذات بيني وبينك يعني بتعاني في اوروبا حتى لو هو مركز وعايز يروح، بس فروقات الكالتشر مع لغه مختلفه مع الحنين لمصر مع الاهل مع الاكل في مصر مع عدم الانضباط في مصر مع النجوميه في مصر بتخليك عايز ترجع. ولكن صلاح كل ما كان بيعمل حاجه بتفاجئنا ما كانتش بتفاجئه هو شخصيا، وكان بيعلي على نفسه اكتر واكتر. وعشان كده عايز اقول ان ممكن اكون انا في الحلقه دي عاطفي شويه، ممكن يكون صلاح فعلا مش احسن لاعب جه في تاريخ البريمير ليج، لكن بالمعطيات اللي انا شفتها
كلها بيكبر منها، انا شايف ان هو عمل اكبر انجاز او اصعب تحدي. لان كل الناس اللي بتقارنهم بيهم، وانت مثلا ممكن تبقى شايف لا ده هنري احسن واحد، لا ده الان شيرر احسن واحد، الناس دي كلها ما مرتش بربع اللي صلاح مر بيه، او ظروفهم افضل بكتير جدا من ظروف صلاح. لكن في الاول في الاخر ده رايي انا الشخصي، ومستني اعرف طبعا رايكم انتوا تحت في الكومنتات. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، تقولوا لي رايكم ايه في الحلقه دي. لو عندكم افكار فيديوهات تحبوا تشوفوها الفتره اللي جايه قولوها لي تحت في الكومنتات. شكرا جدا للمتابعه، اشوفك الحلقه اللي جايه، يلا سلام.